تقول صاحبة القصة: أنا تزوجت واحد من عائلة ربي معطيهم من خيره، تزوجته عن طريق أمه، كانت معايا بالدوام وتم الأمر على خير. لما تزوجته بعد مرور 3 سنوات اكتشفت أني أنا ما أقدر أجيب عيال، مع أن حياتنا كانت مثل السمن على العسل. فقرر زوجي أنه يتزوج واحدة ثانية. فجاني زوجي وقال لي: اسمعي، أنا أبغى عيال وأنتي ما قصرتي معايا في شيء، لكن هذه قسمة ربي لك. كنت أسمع كلامه وأموت وأتقطع. المهم بعد مرور أسبوع من هذا الكلام قرر أنه يخطب واحدة. جيت عنده بعد تفكير طويل، قلت له: اسمع، أنت الآن تبغى تبني بيت مع عائلة جديدة، ما أبغى أكون أنا سبب المشاكل في هذا البيت. أنا ما أخذت منك أنت وأهلك إلا كل خير، أنا أبغى أنفصل والله يتمم عليك السعادة. طبعا هو كان ساكت، كلمة حرف حرف منه ما سمعته، بس اللي أشوفه دموع تنزل بس. طبعا أنا وقتها جلست أبكي وأبكي وأبكي من كل قلبي. طلعت من بيتي ورحت الفندق أنام فيه بحكم أن أهلي مو في نفس المدينة. لما صحيت لقيت منه رسالة يقول فيها أني أنا تمنيتك أن أنتي أم عيالي ومن هذا الكلام. المهم بعدها حجزت ورحت لأهلي. زي ما قلت لكم أهلي ما كانوا بنفس المدينة. طبعا أنا ما قطعت تواصلي مع أم زوجي أو أم طليقي، كنت أشوفها مثل أمي وأكثر، وأزورها ما بين فترة وفترة. المهم بعد تقريبا مرور 1.5 إلى 2 سنين اتصلت علي أم طليقي تقول إن عندنا مناسبة وأبغاك تجين، أبغى أحس بوجودك معايا وتشاركيني فرحتي يا بنتي. رحت وطلعت المناسبة تمايم أولاد زوجي أو أولاد طليقي، جوه بنت وولد توأم. أخ يا الشعور، كنت أتمنى إنهم يكونون مني، لكن هذا المكتوب. أنا حسيت إنه كان في شيء بعيون أم زوجي، أم طليقي، أنا ما أدري ليه مصرة على أم زوجي، كان في شيء بعيون أم زوجي. كان في شيء بعيون أم طليقي. أخذتها على جنب، قلت لها: يا أمي قولي لي إيش فيك، أنا أسمعك وأنا مثل بنتك، مو أنت تقولي لي كذا؟ ما يمديني أتكلم إلا قامت تحضني وتبكي وتقول: يا بنتي سامحيني سامحيني. قلت لها: على إيش أسامحك، أنت ما سويتي لي شيء. قالت: سامحيني شوية وأجيك. وراحت. للمعلومية أم طليقي لها قسم لحاله في البيت لأن بيتهم مرة كبير. المهم طبعا أسمع خطوات أم طليقي وهي رايحة ولسه مكملة بكي. جلست كذا شوية إلا أسمع صوت مشي باتجاه الغرفة لكن بدون صياح. استغربت شوية إلا باب الغرفة ينطق. قلت: مين؟ سكوت، ما في أحد. أخذ أقل من 3 ثواني وفتح الباب وأنا بموت من الخوف، ما أدري إيش فيني. من طلع طليقي على طول. قلت له: اطلع برا، أنا ماني متسترة، وهو جاي باتجاهي. طبعا رحت أخذت الحاف جنبي وتغطيت فيه، وأسمع يقول: الله تتغطين عني. قلت له: أنا ماني من محارمك، حرام عليك، أنت متزوج وزوجتك توها مخلفة. جاني يقول لي: أمانة انتظري أبغى أفهمك. وأنا أبكي أقول له: إيش تفهمني يا ابن الناس، وخر عني. وأصيح عليه لكن لا حياة لمن تنادي. قال لي: اسمعي، أنا أبغاك وشاريك، أنا ما أقدر أكمل حياتي من غيرك، تكفين ارجعي لي، أنا بدونك ولا شيء. قلت: يا ابن الناس أنت ناسي كلامي ولا إيش؟ قلت لك أنا ما أقدر أخرب بيت عشان سعادتي، ما أبغى أكون أنانية وما أفكر إلا بنفسي، افهم يا أخي افهم. قال: أي بيت؟ أي بيت تتكلمين عنه؟ أنا ما حد يحتوي بيتي وأأمن عيالي عنده إلا أنتي. أنا كذا مخي إيرور، إيش قاعد يقول هذا؟ قلت له: أنت إيش قاعد تقول؟ قال: اجلسي وبفهمك كل حاجة، بس اوعديني تسمعيني لآخر شيء. جلست أنا وقام يتكلم. قال لي: شوفي، أنا بعد ما انفصلت عنك بشهر رحت خطبت واحدة ما أعرفها لكن يقربون الجيراني. اتزوجتها وكانت ماخذتني عشان فلوسي، كان كل همها تطلع وتروح وتجي وتسافر. الين في يوم من الأيام قلت لها: أنا بروح دورة لمدة شهر. أعطتني ردة فعل غريبة، استغربت منها أمانة. رحت الدورة أقل من أسبوعين ورجعت وما قلت لها أني أنا برجع. طبعا وقتها كانت حامل بالسادس. لما جيت ودخلت شقتي، دقيقة